صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله واسعة ويا باب النجاة الأمة طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوم به زلف الطراد ميتين كي تحيي الحسين
يقول عاد زينب سلام الله عليها عندما نظرت إلى أخوتها وقع نظرها على أمر العشيرة عباس خويا دمعت عتب بعيوني يا عنجود يا خويا أنا شفت موقفهم يا ريت الجلد موجود راس حسين قمر يضربوها بعمود شفاف حسين تشجد هذه الدماء عدد زلزل عابدين نظر إلى عمته عمه زينب تحملي أصبري تقول له خلوني خوي خلوني يسوي عباس موقف مني اكو واحد سطر عين وصارت عين اختك مثل عين امها عباس اسولف لو بعد كافي لو اقلب تسوى الصوت مشتاق خويا عباس الهزه يا بس شفافي خويا السالي انا من اسالي الجبل هامه عباسك واحد قال اريد تسكير عاد يقول لنا واذا بنات الرساله يقول واذا برقيه تذكر ابوها هلا هلا بجيتك هلا بجيتك يا نعمي يا هلال عمنا بليله العين ابويا ليش يقطع وهاي قضية كل من يكون أبوها عندها وتعرف الأم خيمة يفيي على بناته وحريمة يا ناس يا ناس يا ناس والله ظلمة أصيرا من ذكر يتيم والله ترى الأم
فاستقرينا في ذلك المكان وتعارفنا وتصاحبنا ونحن ننتظر متى ننزل إلى عالم التكليف، عالم الأرحام، عالم المشيمة، عالم الظلام. أي عندما أراد أن يتزوج الابن من الأم وأقبل إليها فإن الله قد أذن أن ننزل رتبة أيضا من عالم يسمى عالم البرزخ النزولي إلى عالم آخر يسمى بعالم الأرحام، عالم البشيمة، عالم الظلام. نزلنا من هذا العالم إلى عالم آخر أحكامه تكاليفه حياته تختلف عما كنا نحن سابقا فيه. أراد الله عز وجل أن نخرج من هذا العالم الظلام الذي هو سببه الأب والأم إلى عالم آخر يسمى بعالم التكليف، عالم التشريف، عالم الدنيا، عالم الطبيعة كما يعرف عند أهل الأخلاق. وخرجنا من عالم ظلام إلى عالم النور ونحن فيه الآن. راح نستمر معيشتنا سنة، سنتين، 10، 20، 30، 40، 100 ما شاء الله عز وجل. قد حدد لكل إنسان عمر يعيشه في أرض الله عز وجل، يقدم ما تعهد به بعالم يسمى عالم الذر. ما أراده الله عز وجل لنا في عالم الذر يطبق في أرض الله عز وجل في هذا العالم المسمى بعالم النور، عالم الطبيعة. من بعده ننتقل إلى عالم آخر يسمى عالم القدر، عالم
اللحم، عالم الميت، ومن ثم من بعد هذا عالم القبر إلى عالم يسمى البرزخ الصعودي، فنصبح في حركة عكسية لما نزلنا فيه إلى حركة أخرى هي ارتفاعية، نزلنا إلى قبر، صعدنا إلى برزخ صعودي، ثم إلى يوم المحشر فيسأل الإنسان هل عبدت ربك؟ إذن سبب وجود إنزالك من هذه العوالم وسبب تنتظر من بعدها صعودك إلى السؤال الذي يطرح إليك من الرب هو سبب وجودك هو الأرض، ولهذا أصبح بالأرض منزلة رفيعة يقول عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله كان جالس وعنده أصحابه يلتفت النبي محمد صلى الله عليه وآله قائلا لهم الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظوا ذلك الباب. الوالد باب من أبواب الجنة. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا في حديثه الوالد رضا الله من رضا الوالد، رضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. شوي خلينا نوقف هنا، أحتاج من الجالس بركة الصلاة بأعلى الأصوات. أنا عذروني من هذا المكان قاربي وأدري المعاناة شديدة للجهاز، هسه اكتبوا صوتي ويرجع كيف هو يفسر. فانتم ان شاء الله مجلسكم بعين الزهراء عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله مقبول، ونسال الله الشفاعه، ونسال الله ان يترحم على امواتنا جميعا وبالخصوص من اجتمعنا لاجله ببركه محمد وال محمد. صلى على محمد وال محمد. الوالد عندما يريد أن ينزلك إلى عالم يسمى بعالم الطبيعة، فإن الوالد أولا لابد أن يتزوج، وإذا أراد أن يتزوج لابد أن يبخل على نفسه ويصبر ويحرم نفسه من متاع الدنيا من أجل أن يكسب المال حتى يتزوج، حتى ينجب ولد يحمل اسمك يحمل عنوانك، فإذا أنت مت بقي ذكراك من خلال ابنك. فلهذا علي بن أبي طالب عليه السلام يوجه لنا كلمة رائعة جدا يقول ابنك يأكلك صغيرا ويرثك كبيرا. ابنك اللي يطلع منك من ظهرك ترى هذا سبب تعاستك، سبب عدم صحتك، سبب الحرص على الدنيا بسببه. ابنك يأكلك صغيرا، يأكل من عافيتك، يأكل من أموالك، يأكل من صحتك. فإذا أنت مت أيها الإنسان فإنه ما تحمله من مال وجاه ينتقل مباشرة إلى ابنك. أغسلهم، أحفظهم، وأجيبهم بمكان بارد في فصل الصيف، في مكان دافئ في فصل الشتاء. يقول لي يا رسول الله وبيدي ألقمهما، يعني بيدي أوكلهم. يا رسول الله هل أديت حقهما؟ يلتفت النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا الشاب قائلا لا. قال لم يا رسول الله؟ قال لأنك تفعل ذلك وأنت تتمنى موتهما. أنت من جاي تقدم هاي الخدمة شو تقول باكر عقبة أمي وأبوي يموتون وأرتاح من هاي الوظيفة. أم فلان لا تسوي دين وجهي قدام إخواني وعمامي وقدام جيراني، بيضي وجهي، تحملي يوم يومين سنة سنتين ويموت الأبو والأم ونرتاح من هذه الوظيفة. بينما يقول النبي صلى الله عليه وآله بينما كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقائه.
هذا الفرق ما بينك وما بين أمك وأبوك. أمك وأبوك يخدمونك ويقولون من عمري على عمرك، بينما أنا وأنت اليوم نخدم أمنا وأبونا شي نقول باكر عقب الوتور ونرتاح لا نتحملي. إذا مقام الأب من المقامات الممدوحة، فلهذا الله عز وجل في كتابه قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول في رياض السالكين الجزء الرابع صفحة 45 يقول لكن أداة استدراك تفيد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الأب المعنوي لهذه الأمة. صح، هو مو أب مادي إلا أنه هو الأب المعنوي. يأتي شاب يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله كم أب عندي؟ أنا آبائي جيد. التفت إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله قائلا آباؤك ثلاث: أب أولدك، أب زوجك، أب علمك، وأفضلهم من علمك. أفضلهم من علمك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أي أب معنوي لهذه الأمة. فهنيئا لكم وأنتم تجلسون في هذا المكان تتقربون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، تتقربون إلى خاتم الأنبياء عندما ارتحل لجوار ربه وبقي من بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن ثم من بعده إمام ثم إمام، إلى أن وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو أيضا المعنوي لهذه الأمة. ينظر إلى أخته زينب أخيه، جمع الأطفال، جمع العيال، أريد السفر إلى الآخرة، أريد أن أودع أطفالي عيالي. وهذا لعله دين الكبار، دين الرجال عندما يريدون أن ينتقلوا لجوار ربهم في حالة مرض من الأمراض، فإنك ترسل إلى أولادك، ترسل إلى بناتك، تحاول توضحهم. ولد الكبير دير بالك على الصغير، فلان دير بالك على أختك، فلان دير بالك على أمك، وهكذا. فعلها الحسين سلام الله عليه، فعلها في كربلاء التفت إلى زينب أخي زينب جمع الأطفال العيال، فأخذت زينب سلام الله عليها تجمع الأطفال والعيال، وإذا الحسين ينظر إلى عياله أطفاله لم يجد رقية بينهما. أخي زينب أين رقية؟ قالت أخي قبل قليل كانت موجودة. قال أخي لا أستطيع الذهاب حتى أنظر إلى ابنتي رقية. اذهبي واحضري لي رقية. يقول أخذت تبحث من خيمة إلى خيمة، ووجدت رقية جالسة في خيمة من الخيم مطأطأ الرأس والدموع على خديها. جاءتها عمتها ثنية رقية لما لا تأتي إلى وداع الحسين؟ نظرت إليها والدموع على خديها، مسكتها من يدها واتجهت نحو الحسين. الحسين من بعيد نظر إلى دموع رقية، هرول الحسين إليها، رفع رأسها: بنية لما هذا البكاء؟ قالت: أبا لا تلومني، لقد ودعت عمي العباس ذهب ما رجع. أبا لقد ودعت أخي علي الأكبر ذهب ما رجع. أبا ودعت القاسم ذهب ما رجع. أبا أخاف أن أودعك فتذهب ولا ترجع. قال: بني اصبري تحملي. يقولون الحسين كانت عزيزته رقية، ثم ركب على
نزل إلى ساحة القتال الغرض رقية إلى عمتها زينب عم الهوج قد حلوة بيه الليالي عزيز وتصعب فرقة الوالي أنا على الأول خمج قلبي وانتهى بالي ولم أكون الشمس اسمع منك ولم يا صاحب مهين فراقه ألمنا وألم كل صاحب له خويا اشمعنا الأمور ما بين أولاد واشمعنا الأمور مرت علي الأعياد أنا بدر الدهر مني يشراد أخذ مني الأمور والفؤاد يا عم يبقى بدر الدهر مني يشراد أخذ مني ونور الفؤاد يا أبويا من نجلة بجيك تشجر من نجلة وجرد ارتاح وانت كباري أبويا من نجلة من نجلة خلاك اليمين والدنيا ضمت عليا يقول عاد هناك وإلى بالحسين سقط على رمراء كربلاء وتجمعت الأطفال العيال عند الحسين نايم نايم يا خيجنا وحر الشمس يا ناس غير الزروع
أتتمنى